هو ليه الاهلي فاكر نفسه ان الاهلي هيكسب كل ماتش؟ يعني انت دلوقتي هتتكلم عن المدرب بعد 11 بطوله؟ انت راجل بتهيص. صح. يعني حتى يعني يا راجل اشكرني على مجهودي اللي عملته. زيزو لعيب عادي جدا. انا راجل دلوقتي مشجع زي الناس، لكن لعبت كوره. هو انا انسان آلي ولا بني ادم عندي مشاعر وعندي احساس؟ والله ما في حاجه بيني وبين كابتن حسام حسن. انا بتكلم لما اتكلمت على اللي حصل معايا. بس دلوقتي لما اتكلم في حاجه فنيه هقول الايجابي والسلبي من وجهه نظري. هم بيشتموني دلوقتي، كمان سنتين اشكرك، كتر خيرك بالظبط. يا عم. ده انت هو المنتخب بتاعك، المنتخب مش بتاعك، المنتخب بتاع مصر. وزي ما انت بتقول يا عم بتضحكوا في اوضه اللبس. طب انت مش محترم. مساء الخير يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كله كويس. حلقه جديده من بودكاست كاونتر اتاك. معايا صديقي وصاحبي كريم هشام زكي. عامل ايه؟ عامل ايه يا عم؟ كله زي العسل. انت عامل ايه؟ شفت الجامد ايه رايك؟ شيك شبه النسخه بتاعت ليفربول وشبه برضه بتاعت اليابان شويه. بس اليابان احلى. عايز نشتري مقاسي طيب ولا ايه؟ نشتري بتاع اليابان مع بعض. عامل ايه؟ ماشي يا عم، الحمد لله. خش على الضيف. معانا النهارده واحد من نجوم الدوري الممتاز، واحد من الناس اللي ما خدتش حقها بشكل كبير، واحد من الناس اللي تألقت مع الشرطه والداخليه والانتاج الحربي والفصل الاردني، واحد من الناس كمان اللي حلقتهم السابقه عجبت ناس كتيره. معانا كابتن محمد مجدي قمش. عامل ايه يا علي؟ والله تمام. ايه الاخبار؟ ايه الشياكه دي يا علي؟ يا باشا بنتعلم منكم. لا نتعلم منك احنا. لا والله منورنا والله ده شرف لينا. شكرا على وجودك مره تانية. اول حاجه، تاني حاجه الحلقه اولانيه ضربت ما شاء الله، عشان الواحد بيتكلم بطبيعته. ما توقعناش الحلقه سافرت. طول ما انت بتتكلم بطبيعتك وبتتكلم على اللي بيحصل معاك بالظبط، الكلام بيطلع من القلب، ما فيهوش فيك. بالظبط. انا قلت كل حاجه بصراحه اللي حصل معايا، سواء حلو او وحش. احنا كنا بنتكلم زي فاني واللي حصل معايا، فانا اتكلمت بكل صراحه يعني. بالظبط. لكن ولا عندي عداء مع حد ولا اي، بالعكس والله انا كل الناس الحمد لله يعني بحبها وبتحبني. كلها مواقف في الملعب او بره الملعب وبتنساها. مش هتفضل طول عمرك فاكرها يعني. انت بني ادم يعني. طيب احنا هنتكلم يا كابتن قرنش عن اللي بيحصل في الشارع الرياضي الفتره دي، او حديث الشارع الرياضي هو خروج الاهلي من دوري الابطال. من وجهه نظرك شايف ليه الاهلي خرج من سيمي فاينل دوري الابطال قدام سان داونز وخسر بالشكل ده؟ خسر بجون في الدقيقه 90، جون يعني كارثي بشكل كبير، وخسر كمان على ارضه وسط جمهوره 80,000 في الاستاد. واحنا الناس دايما بنقول من امتى الاهلي بيخش فيه جوان من الدقيقه 90 والكلام ده كله. فانت شفت الماتش ازاي والخروج ازاي؟ اول حاجه احب اقولها لجمهور الاهلي، هو ليه الاهلي فاكر نفسه ان الاهلي هيكسب كل ماتش؟ اوكي، لا ده احنا داخلين. هي دي طبيعه الجمهور الاهلي، ان هو طول الوقت متعطش قوي ومش بيقبل فكره الخساره. انسوا الاهلي وخليكم في الاهلي. انسوا الاهلي بتاع جوزيه، ماشي. انسوا ابو تريكه والناس دي كانت في حته تانية. دلوقتي الكوره كلها بقت قريبه، بدليل ان بيراميدز فرقه كويسه وبتنافس. بالظبط. صح. فانسوا يعني، اقول للجمهور غيروا بقى الفكره ان الاهلي هينزل يكسب ده في ارضه. الكوره اتغيرت بشكل كبير جدا. بس يا كابتن الفكره بتتكلم عليها لان عنده كواليتي لعيبه عالي قوي، فاللي هو انا يعني انا لو ما كسبتش باللعيبه دي هكسب بمين؟ مستوى صرف برضه. ايوه ماشي حلو قوي. فاهم قصدي؟ السكوب بتاعه حلو. انا بتكلم بلسان جمهور الاهلي دلوقتي. وانا على فكره ما انا فاهم والله. بس الكوره ليها عوامل. اول حاجه توفيق من عند ربنا. تاني حاجه يمكن لعيبه اثرت في التمرين. ما انت ربنا مش هيديك كل حاجه برضه. صح. وعشان انزل العب اكسب، لا، في عوامل قبل اللعب. اللعيبه مركزه ولا لا، اللعيبه خايفه ولا لا، التوفيق من عند ربنا. كل الحاجات دي وارده في الكوره. تمام. فانت ليه واخد عن اللعيبه؟ ممكن اللعيبه مش في اللعيبه مش في حالتها. بالظبط. فانت ليه حاطط ضغوطات على الاهلي؟ لا هو هتكسب ذوق عافيه. طب هل طبيعي يا كابتن قرنش ان اللعيب يبقى مش في حالته وسط جمهور بالشكل ده؟ طبيعي طبعا عادي. يعني الجمهور ده ما ادكش دفعه يخليك حتى لو انت مش مركز تركز؟ ممكن نومته مش كانش مريح. اوكي. جسمه افراز الماده اللي هي تريحه. طبيعي. هو في بني ادم كل مره يبقى كويس. بس فكره ان اللعيبه يعني على الليفل ده وفي وقت زي ده وما يكونوش عاملين اللي عليهم قوي، هي دي غريبه شويه. يعني الطبيعي ان كل حاجه تبقى بيرفكت. طب واشمعنى وتوفيق ربنا بعد كده؟ طب سوري، يعني اشمعنى قبلت الجون بتاع ابو تريكه في اخر ثانيه؟ هي زي ما انت قابل ان انت تكسب في اخر ثانيه. صفاقسي.
ايوه صفاقسي ايوه جون الشهير بتاع بشمال أيوة. ابو تريكه ابو تريكه وبشماله مش وشوطه عادله وكل مش حاجه عادله وكل جون حاجه. عالمي. ليه قبلت انك في وقت زي ده تفرح فيه والاهلي فوق الكل، وتيجي في وقت زي ده انت بتخسر لعيبه الاهلي؟ مم. انا بتكلم على الجمهور، ما بتكلمش على اللعيبه دلوقتي، انا بتكلم على الجمهور. اوكي. ليه مش متقبل؟ انا أنا عامل في دول شايفهم اكتر عامل اثر على الخساره دي كابتن. اكتر انت عامل قلت عوامل كتيره يعني نحط معاهم مثلا برضو المدرب وكده، ايه اكتر حاجه انت شايفها اثرت على النتيجه؟ يعني انت دلوقتي هتتكلم عن المدرب بعد 11 بطوله؟ الله حلو حلو والله العظيم ثلاثه، يعني خسرت بطوله هتنسى ال 11 بطوله؟ بالظبط. ده ليه؟ ده مين ده انتوا مين؟ على لما يا عم ريال لسه خسران من برشلونه في اخر دقيقه بطولتين. كان كسبان. بما ان انت كابتن كنت لعيب سابق ولعبت طول عمرك في الدوري المصري، تمام؟ طريقه الدفاع اللي الاهلي قعد بيها طول الشوط الثاني بيدافع 55 دقيقه 10 دقائق و45 دقيقه، الاهلي بيدافع، ده لعيبه ولا مدرب؟ دي تعليمات مدرب ولا ده قرار لعيبه يا كابتن؟ انا شايف الاثنين. ان الاهلي كان واقف ورا بطريقه غريبه على الاهلي. ممكن كان عايز الماتش، ما انت خد بالك في وقت كده فيه لو انت كسبان اللعيبه التانية بتنزل هجوم. طبعا صن داونز نزل ضغط، طبعا ده طبيعي، ما ده عندوش طبيعي حاجة في تاني الكوره، خلاص. طبيعي ده في الكوره بالظبط. ده وارد. بس بقى هل المدرب شخصيته قلقتهم ولا الفرقه قلقتهم ان هم عايزين يحتفظوا بالجون بس ويطلعوا 1-0؟ هي دي بقى ده العامل اللي بقول لكم عليه. اوكي. يعني هي دي بقى الثقه اللي في الملعب. ما تشيلهاش كولر، ده طبعا ده جمهور الاهلي كله مش هيلاقي كولر. والله لا. ليه؟ ده الناس كلها على الميديا وفي الاستاد وفي كله يا جلال، كله مش هيلاقي كولر. يمكن الجون غلطته. لا ان كان مدافع كولر مدافع. انت اللي وقفت الفرقه ورا وما ضغطتش. طيب يا جماعه اخر دقيقتين امال واقف، امال اعمل ايه؟ لا كابتن الاهلي بيدافع من اول ماتش الثاني 45 دقيقه الاهلي بيدافع. وصلنا لفين؟ للدقيقه كام؟ ده 60 1-0 صح. وصلنا لكام؟ فاضل نص ساعه. اخر دي الجون جه في اخر قد ايه؟ في الدقيقه 89. يعني هو صح، وقف صح، واللعيبه كانت مركزه صح، والجون كان قلش اصلا يعني غفله. يعني وانت مش عايز الاهلي يغفل ليه؟ بالغلط ودخل. هو الاهلي ايه؟ الاهلي بطوله هيكسبها؟ لا طبعا. الكره اتغيرت والكواليتي اتغيرت على اللعيبه، لازم الجمهور يبقى عنده استوعاب امتى يجي على الفرقه وامتى ما يجيش. انت داخل على دوري بتنافس عليه، انت وقعت لعيبه. كولر مشي في الوقت ده غلط بجد طبعا. انت شايف كده قبل كاس العالم للانديه غلط؟ انت بتقول كلام غير اللي الناس كانت بتقوله. بالظبط. هو انت بقى هتستنى الحاجه كاس العالم للانديه وتجيب لها مدرب، ولا انت دلوقتي في ايديك انك تاخد الدوري؟ ما هو ده اللي بيعمل كابتن عماد النحاس اتعين. ايوه. وبيدوروا على مدرب ويعينوا كابتن عماد. مع احترامي لكابتن عماد النحاس، مدرب كبير جدا وعلى المستوى الشخصي انا عارفه لعيب كبير كل حاجه لكن مش وقته. هو مؤقت مش مؤقت. انت بتلعب على دوري، انت دلوقتي بتنافس على دوري. انت تاني الدوري على فكره او تالت الدوري تالت فرق تاني الدوري من غير النقطه تالت الدوري بالنقطه اللي في الاخر يبقى دي قصه دي يعني هو انت بقى بتبص على الحاجه اللي لسه ما جاتش ولا بتبص على اللي في ايدك؟ اصل انت كابتن بتقول كلام غير اللي الناس كلها بتقول. انا مالي بالناس كلها، انا وجهه نظري. ده كولر شايل الليله من بعد الماتش من نص الشوط الثاني. كولر شايل الليله وبيتشتم في كل الصفحات وكل الناس، ما حدش ما شتموش تقريبا. طب ما ليفربول خرجت في دوري الابطال بالظبط ونافس على الدوري، ونشوف تعالوا شوف الفرحه امبارح. بالظبط. هل اللعيبه شتمت ولا سقفت؟ طبيعي. ما هي الكوره وارد نخسر وتكسب، طبيعي. راي مخالف تماما للي بتقول. انا مالي اللي اتقال ده كلهم، معلش سوري يعني ما عندهمش كوره اصلا كمان. هو عندهمش فكر. اوكي. ما الكوره لازم نخسر. مين في حياته ما خسرش بطولات؟ والاهلي ده يعني اله. لا انا اقوم امشي. انا شرفت الحلقه مش انا ما بتكلمش على الفرقه، بتكلم على الجمهور. انتوا ليه شايفين الاهلي هيكسب؟ خلاص الكره اتغيرت، كل فرقه دلوقتي بقى عندها هجوم. وسان داونز فرقه كبيره ومحترمه عادي. تقبل زي ما تقبلت بتكسب، تقبل انك تخسر، ولازم تحترم لعيبتك. اللعيبه دي اللي جابت لك 11 بطوله. صح ولا غلط؟ كولر ده اللي جاب لك 11 بطوله. ليه تخليه يتكلم بعد الماتش وترمي عليه ازايز ميه؟ ايه رايك في اللقطه دي؟ لسه كنت حاله متاثره. ايه رايك في اللقطه دي؟ على فكره انتوا بتسوقوا سمعه مصر. الجمهور بيسوق سمعه مصر. اللقطه بقت في كل الصحف الاجنبيه طبعا. طبعا انت ممكن دلوقتي مفيش مدرب اجنبي يجي لك. حد قال كده؟ حد قال مين هيقبل يجي يقول لك كده ده خد 11 بطوله وخرج بطوله رموا عليه ميه وشتموه وبتاع، وده ينفع؟ طب ما تسقفوه زي ما سقفتوا له في 11 بطوله. بس برضه يا كابتن مش بحس ان الجمهور في مصر
حته ان انا منتاليتي بتاعت الفوز والخساره واسقف وما اسقفش والكلام ده. عارف انت برضو الجيل الجديد ما عندوش الفكره دي، يعني ناس زمان كانت ممكن تعمل كده اللي هم الاجيال القديمه، انما دلوقتي كله طالع. يعني في ناس ما تعرفش لعيبه كانت بتلعب في الدوري في 2010 2011 مثلا، يعني في ناس لو اتكلمت حكيت لها تقول لك انا ما اعرفش مين ده. ما هو احنا قلنا بقى اجيال بتسلم اجيال. عشان ما انت لو كويس وبتسقف مم. للفرقه حتى لو خسرانه، مم. اللي هيجي هيسقف. مم. لكن كل جاي، كل واحد طالع لي يا عم العب، يا عم ما اعرفش إيه. يا عم تعالى انت العب. يا عم انت راجل بتشوف، بالظبط. انت راجل رجليك مش في الملعب، ايوه. مش عارف اجواء الملعب، انت راجل بتهيص. صح. يعني حتى يعني يا راجل اشكرني على مجهودي اللي عملته، صح. اشكرني على اللي انا وصلت لدرجه الاهلي طبعا كبير وبياخد كل بطوله، احنا عارفين، ايوه الاهلي بينزل نفسه على اي ده بطوله. احنا عارفين. بس يعني لما يطلع من بطوله يا عم سقف له على اللي هو خده قبل كده. متشكرين يا عم، قول لي كولر كانوا متشكر. عايزين التالتة على التوالي وبتاع وكده. و... جاهز يعني. بص، هو احنا دي اخر بطوله لا يعني في. طب ما تسقفوا الكولر وشكرا على مجهودك وشكرا على ال 11 بطوله وكتر خيرك وخلاص، وكده كده ماشي. ليه تمشوك بالطريقه دي؟ توصل للناس اللي بره نظرته وهو بيترمي عليه البتاع، كان نظرته صعبت على الناس كلها طبعا. وليه توصل للناس بره ان احنا همج؟ شوف تعالى بص على ليفربول امبارح، تعالى بص لما ليفربول خسر، مش خسر في ارضه قدام باريس. خسر ايوه خسروا طلعوا من في باريس ارضه قدام باريس في الانفيلد. بالظبط. الجمهور عمل ايه؟ سقف وامونهم سقفوا. ما ده طبيعي، ما دي كوره يا جماعه. احنا مش الاهلي مش نازل يلا انت الاهلي تكسب، لا طبعا. لا طبعا. مش اللي هيتشتم الحلقه دي يا باريس دي. مش انا ما بتكلمش على برضه على اللعيبه الله يكون في عونها. بكلم بجد والله. اصل برضه الواحد مش هتحس باللي في الملعب الا لما تبقى في الملعب. بالظبط صح. اللي بره ده جمالي. هو الجمهور ما بيقبلش الكلام اللي يقبل وما يقبلش اللي مش بتاعتي. انا بتكلم على اللي بيحصل. انا راجل لعبت كوره وكان ليا، وجمهور مصر ده اكبر جمهور هتشوفه في حياتك في الملعب. صح. فانا حسيت باللعيبه حاسه بيه. بنقفل الاستاد مرتاح عادي. انا حاسس باللعيبه حاسه بيه. تمام. اللعيبه في الوقت ده محتاجه تسقيف. انت بتنافس على دوري. وكولر ما كانش يمشي دلوقتي يخلص دوري، يخلص الدوري وتكون انت مجهز. لو انت عايز تجهز مدرب، جهز المدرب التاني. تمام، جيبه مع كولر يخلص وشكرا وثانك يو بكل احترام وبادب، ولازم تعمل له حفله تكريم. بالظبط. برافو. بالظبط. هو هيتعمل له حفله فين يعني؟ قصدك حفله شتايم؟ لا النادي يعمل له. يعمل له ايه؟ النادي قالوا فين؟ وهيجيب له الجمهور؟ قريت كده يعني. وهيجيب له جمهور تاني؟ ده بيتفاوضوا معاه عشان ما ياخدش الفلوس اللي هي في مفاوضات عشان هو عايز باقي العقد. هم بيقولوا لا احنا نديله الشهرين بس اللي باقي في العقد. 4 شهور. ففين حفله التكريم فين والكلام ده؟ انا قريت ما اعرفش قريت. بص دي حاجه بتاعت اداره. متهيألي الاداره لا يعني متهيألي الاداره هتعملوا حفله والكلام ده كله. ده بيعملوا كده عاده. اي اداره لما تمشي المدرب بتاعها بتقعد معاه في تفاوض. والله هنديك كذا، لا هتاخد كذا. والاهلي دايما عنده سيستم حلو قوي، ما بيمشيش المدرب زعلان. بالظبط، بيوصل لاتفاق. دي نقطه حلوه عند الاهلي جدا. بالظبط. يعني مش هيخلي كولر مثلا يرفع قضيه عليه. انت ليك 3 مليون، طب ما تاخد 2، طب ما تاخد 2. هيوصل له الحل. بالظبط. ده النادي الاهلي. بالظبط. يعني هو دي بقى اداره النادي الاهلي. ما بيخليش حد يمشي يروح يشتكي. بالظبط. ليه بقى؟ ان هو قيمه. انا عيط ان ده النادي الناس كلها بتشتكينا في الفيفا. ان يعني ده اللي ماليش فلوس ممكن اشتكي الزمالك يعني شوف الزمالكاوي بس يقول لك لا دي نقطه ايجابيه جدا في الاهلي. طبعا الاهلي عنده سيستم طبعا واداره وما تمشيش الا لما نخلص كل حاجه وتكون مرضي واحنا مرضيين. بالظبط. ده تفاوض، ده طبيعي. تمام. لو كولر ما وافقش انا بقول لك الاهلي هيديله فلوسه عشان ما يروحش يشتكي. ليه بقى؟ ان الاهلي قيمه. ما ينفعش مدرب يشتكيني انا. ايوه فاهم قصدك. عكس الزمالك، لا امشي ويبقى اشتكي. لا انا كراجل زملكاوي بحب الزمالك. كان نفسي يبقى ادارته زي اداره النادي الاهلي. طب عندي سؤال لكابتن رامش. السؤال الاول في حته كولر قبل ما نخرج منها، انت شفت ازاي فنيا بقى بعيد عن كولر بقى كشخص، شفت ازاي في الملعب ان انت مقعد قفشه مع بن شرقي نزلهم في اخر دقائق، مش معتمد على حسين الشحات، بتلعب باشرف داري ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومصطفى العش، فانت بتلعب بشكل اللي هو انا بلعب دفاعي بحت، وفي نفس الوقت برضه منزل لعيب زي بن شرقي. يعني لو انت عندك لعيب زي بن شرقي ده المفروض ما يقعدش على الدكه، اعتقد يعني المفروض ما يقعدش على الدكه. فانت شفت الحته دي ازاي برضه؟ يعني بص اول حاجه بن شرقي عليه استفهام، علامه استفهام كبيره قوي. ازاي بقى؟
انت جبته وما بتلعبوش. ماشي. بس برضو انا عندي برضو ايه اختلاف في حاجه. ماشي. هل هو لما بن شرقي جه مم. في التمرين كان باعلى مستواه؟ مين اللي يحددها؟ مدرب. الله ينور عليك. مم. انا كلاعب كوره اهو، انا ماشي. ما اقدرش احدد كولر ان انا ما شفتوش في التمرين. بس اللي اتقال يا كابتن ان التوليفه بتاعت خد عشان ما بالك بيدافعش. ازاي؟ ده اللي اتقال. مم. خلاص انت عندك حجه انه ما بيدافعش. قال ان هو ما بيرجعش وما بيضغطش وما بيدافعش، فانا مقعده. طب حلو، عنده حجه يعني، ده اللي اتقال. احترمه فيه. طب هم كانوا عارفين ان بن شرقي يعني ممكن ما يرجعش يدافع، انت عارف ده اصلا من قبل ما تجيب اللاعب يعني. ما انا برضو ما شفتش في التمرين عشان اقدر مش اقول انا ما يقعدش يا كابتن. من وجهه نظرك لعيب كواليتي عالي قوي جدا. يفرق معاك في لقطه. انا بقول لك من وجهه نظر. ماشي تمام. احنا ما شفناش بن شرقي في التمرين مع الاهلي. اوكي صح. تمام. احنا شايفين بن شرقي بتاع الزمالك. صح كلنا، حتى الجمهور الاهلي، حتى لعيبه الاهلي. هل في التمرين التوليفه ماشيه معاه ولا مش ماشيه معاه؟ هي دي اللي حددها كله. بالظبط. وتحترمه فيها. تمام. مدير فني. ماشي. صح احترمه فيها. حلو. هو جه في وقت قد ايه؟ قصير. صح بن شرقي صح. ما ينفعش اخش مع فرقه على طول كده. انا من وجهه نظري حتى لو جاهز، حتى لو لو كان جاهز. هو جاي جاهز يعني. هو كان قبل ما يجي الاهلي كان لسه بيلعب ماتش. عارف الاهلي بيلعب ازاي؟ لا. خطط الاهلي ازاي؟ لا. ضغوطات الاهلي ازاي؟ لا. اوضه اللبس الاهلي ازاي؟ لا. الاداره محتاجه منه ايه؟ لا. يبقى فاضل، يبقى عايز منه ايه؟ فتره. صح. هنحترم كوره في الحته دي. صح. وجهه نظر. التوليفه لسه ما عرفش ده بيتحرك ازاي وده بيتحرك ازاي، فلسه برضو ما دخلش في اجواء نادي الاهلي. تمام. برضو انا اقول لك مش اللعيب بتاع بن شرقي اللي هيخلي الاهلي فوق. لا، الاهلي طول عمره بالظبط. فما نحطش الحته دي، ما بنحطش الحته بتاع بن شرقي دي. يعني كده كل خسرش ما بيلعبش بن شرقي. طب ما اللعيب اللي بيلعب ده حسين الشحات ما كانش حسين اللي بيلعب. كان انا لسه كنت هكلم في النقطه دي ان في لعبه تانية قعدت وتقريبا ريحت خالص مع كولر، وبيتم اتهام كولر ان انت اللعبه دي انت مقعدها زي قفشه وزي حسين الشحات وعمر السوليه وغيرهم. بقول لي فيه يعني حسين كان متفاعل وكان بينزل وكان بتاع. اول ما جه بن شرقي انت قعدت حسين ولعبت بن شرقي، فانت اكنك حسين اللي كان ماشي معاك قعدته خالص بقاله فتره هو عشان خاطر بن شرقي. طب انا كمدير فني لما يبقى عندي 3 بينافسوا على المكان ده، ال3 هيبقوا 100% جاهزين. ولسه عالمي، لسه في بشر جاي. والله. فلوس لا يعني لسه في كمان لسه تريزيجيه جاي مين هيلعب ومين هيمشي ومين يعني ما اعرفش. لا دي الحته بتاعت الاداره ما اقدرش. مش المدير الفني الجديد الاجنبي هيلحق ما اعتقدش. تفتكر ان اكيد كولر هيسيب ماشي صح. ما تقرير هيسيب التقرير بتاعه بالظبط. بس انا كمدير فني، انا لو جابوني مثلا مدير فني للاهلي كله قدامي في الملعب، انا ما باخدش على تقرير. ممكن يبقى التقرير بتاع كولر ما بيحبنيش فكاتب وحش. صح. فالمدرب يشوف التمرين الدنيا عامله ازاي. بتحصل صح. صح. اشوف انا بعيني. صح. بص، فكر كولر غير فكر المدرب اللي جاي. ماشي. صح. انا ممكن احبك وانت كنتش بتلعب، حصلت معايا انا بقى كلاعب كوره، احنا حكيناها يعني. ايوه صح. كابتن مختار ما حبنيش. خلاص بقى عدي. لا بص هو ما حبنيش شخصيا. هو ما حبنيش في الملعب. ايوه كورتي مش حاببها. وجهه نظر تمام. دي حلم طولنا بيحبني. وجهه نظر برضه ومش ففي كل مدرب وليه سيستم، كل مدرب وليه اقناعاته باللعيبه. بالظبط. فانا ما اقدرش احكم على كولر بورقه. لا انا اشوف بعيني في الملعب وابدا انا باحتياجاتي كمدرب ومدير فني، هل ده هينفعني ولا مش هينفعني. طب عطفا على اللي انت قلته يا كابتن، لو انت شايف ان انت عندك اللعيبه كلها حالتها نقول كويسه بنسبه 80%، هتلاعب زيزو في الملعب في الهيصه دي هتلعبه ازاي؟ زي المنتخب. تفتكر زيزو هينفع يتوظف في الاهلي بشكل كويس؟ هتلعبه وسط ملعب؟ طب ازاي؟ ما هو في محمد علي بن رمضان سمعنا ان هو بن رمضان مضى جاي من مجر من بيلعب بن رمضان حلو قوي، لعيب قوي. طبعا بيلعب ديفندر. فانت عندك بيلعب 10 بن رمضان 10 صح؟ بيلعب 10 ممكن 8 10 زي امام كده. طب حلو. فانت بن رمضان وامام والسوليه وحمدي فتحي وديانج. بن رمضان ده زي فرجاني بالظبط. والله ده المدرب هايل اللي نجح معايا يلعب. اوكي.
عنده خيارات طبعا، عنده اوبشنز كتير يا جماعه طبعا طول ما انت عندك دكه تقيله بره بتساعدك هتساعدك. طبعا. عايز تبقى جوه مم. اجتهد ونفذ تعليمات المدرب. ماشي. انا مش دعوه انت زيزو، ما زيزو ما شاء الله عليه من احسن لعيبه برضو من وجهه نظر الزمالك، معايا انا لا يس. بس اوكي. انا على فكره زيزو في زملكاويه كتير شايفين أنا ده. بالنسبه شا- لي زيزو لعيب عادي جدا مم. والله، مش تقطيع فيه بس لا مش تقطيع، ده رايك فني فيه. لا مش ده اللي يبقى الفي اي بي بتاع الزمالك. شيكابالا في البيك بتاعه ولا زيزو في البيك بتاعه؟ انت بتهزر. برضو انا بسال. برضو مقارنه ظلم. اوكي. ده جيل عالمي آه، وده جيل سالي بيتكلم على المهارات الشخصيه. انا بتكلم ك بس زيزو كده بقوله، عشان كده برضه بتهرج. زيزو ما عندوش مهارات. ايوه بالظبط، ما بتكلم في كده. طب ارجع بقى سرعه وقوه. زيزو. ما انا بالظبط. برضه بقول لك ما ترجعش للجيل اللي فات، ان الجيل ده كان معتمد على المهاره ايوه بالظبط. ومعتمد على الكره الجماليه. حمزه وحازم امام وشيكابالا. الجيل ده معتمد على القوه والسرعه فقط لا غير. في لعيبه بتلعب في الدوري الممتاز ما بتعرفش تباصي لكن بتجري حلوه قوي بتلعب انا قلت الحلقه اللي فاتت كده وبتاخد بتكلم على ملايين. زيزو، قلت وفي الاهلي زيزو ما يعرفش يعدي واحد في لواحد. الاهلي خلاص احنا كده. بس زيزو جرينتا ويديك روح ويديك جري ويديك عرضيات ويعني بس ما يعرفش يعدي واحد لواحد مثلا، ولا يعرف يعمل سرور كويس. بالظبط. بس هل في فعلا لعيبه في الاهلي كابتن اونوش بيقول في لعيبه في الاهلي ما في الاهلي والزمالك عندهاش. معانا وفي الاهلي بيلعب اهلي بيلعب منتخب اسمه ايه؟ بس مش من الاهلي دلوقتي. اوكي ماشي يعني انا جمعت. حاول ما تعملش معاك مشاكل يعني. لا مش مشاكل دي. بص انا بحاول اقرب، عايز اعرف. بص رايي اوكي لا قيمه له، بس انا بتكلم كأونمش بحب ايه في الملعب، واللي لعب كوره سنين فعنده خبره في الملعب. وممكن واحد تاني يجي يعارضني صح وجهه نظره ونحترم الاثنين. بالظبط. الناس بتشتم بعض ما بتحترمش بعض. بقى يعني انا دايما لما بتكلم على وجهه نظري اوكي ما لهاش اي قيمه، يعني مش هياخدوا مني الكلمتين وهيروحوا يطبقوها. فاهم قصدي ايه؟ انا بتكلم اللي انا اللي قلنا شايفه كلاعب كوره بالظبط. ما بتكلمش ان لازما يلزم ان ده يعمل كده. انا مالي صح. انا ولا ليا فايده في الاهلي ولا ليا فايده في الزمالك. انا راجل دلوقتي مشجع زي الناس لكن لعبت كوره. الفرق بين لعبت كوره وعارف اللي بيحصل في الملعب. صح. فانا بتكلم على وجهه نظري الفنيه اللي انا مريت بيها سنين. خلينا نقعد دوري الابطال، نروح لبيراميدز. شفت ماتش بيراميدز ازاي؟ ايه رايك في الفرقه وايه رايك في الماتش والمنتدى اللي عملوها وكل الحاجات؟ اول حاجه بيراميدز بدا مش حلو، تحس انه بدا قلقان شويه برضو اول مره يوصل في الليفل ده بالظبط. فبرضو اقول له مبروك واحترمه انه وصل للمكانه دي. وطول ما انت عليك ضغوطات فاللعيبه دي برضو ما حسيتش يعني بالبطولات دي السنين اللي فاتت. فلما تتحط في حاجه زي كده بيبقى تركيزك 200%. وطول ما انت تركيزك 200% وعايز تعمل حاجه ما بتعملهاش. تمام. طب السؤال الحقيقي هنا بقى، هل فعلا لعيبه بيراميدز عليها ضغوطات؟ طب ما فيش جمهور يعني؟ هي برضو مش جمهور، هي بني ادمين. اوكي. انا راجل دلوقتي وصلت لنص النهائي تمام وفي ارضي والاداره حاطه خصومات ولا حاطه مكافآت. كل دي ضغوطات تمام. اللعيبه كلمت كتير قوي في الاوضه ولا ما اتكلمتش، قلقانين ولا مش قلقانين. ما تاخد بقى، ما انت بني ادم وبشر. صح. هو انا آلهة؟ وده الماتش خسرانين كمان نفسه جول اول ما نزلوا. مش سؤال، هو انا انسان آلي ولا بني ادم عندي مشاعر وعندي احساس؟ صح. بحس اني انا بلاعب فرقه برضو وصلت نص نهائي، يعني فرقه محترمه كويس. اورلاندو تاريخ. صح بالظبط. يبقى انا برضو لازم احترمها. بس ما هو ما احترمها لكن ما اخافش. بس سكواد بيراميدز اعلى من اوروبا، يمكن اعلى في افريقيا، يمكن اعلى سكواد موجود مع الاهلي. صح. معاك الخبرات بقى. ده اول مره توصل. دول الفرقه دي بتلعب في افريقيا ايه كذا سنه. بقى كتير. صح. بيراميدز بقى لها سنتين لسه بيكارك يعني. واول مره يوصلوا للحته دي. صح. غير كده الله يكون في عونهم بيلعبوا على الدوري. صح. دي برضو ده اجهاد، ده اجهاد وكاس. ده اجهاد على اللعيبه. حتى لو عنده سكواد هيريح مين؟ طب هيريح في افريقيا ولا هيريح في الدوري؟ ما عندوش مجال. يعني اللعيب اللي بتلعب لازم يعمل لها ريكفرنج عالي عشان خاطر تلعب افريقيا، عشان خاطر تلعب الدوري. بينافس على الثلاثه فلازم يبقى. ما انت ما بتلعبش 30 واحد في الملعب، هم ال11. صح.
ال11 دول دي التوليفه بتاعت الملعب اللي بتكسبني مم. كمدير فني. مم. لو واحد اتصاب بضطر ادخل واحد تاني، لو ده اريحه عشان خاطر افريقيا. طب ده في الدوري انا محتاج الدوري، انا محتاج افريقيا. مم. فده الله يكون في عونه. طب النفس يكون في الطويل يا لعيب. كابتن أونش، النفس الطويل لمين؟ يعني هل بيراميدز هيقدر يكمل في الدوري بالشكل ده ولا هيقع ماتش او ماتشين؟ انا كأنوش اه شايف ان بيراميدز السنه دي عامل طفره ومش هيتنازل عنها، اوكي. وتحس ان الامور بتتهيأ له. لا بمعنى الاهلي يخرج من افريقيا، تمام انا اتخضيت. الدوري متاخر أيوة. في الاهلي الدوري في متأخر. قدر معايا يعني في راحه حلوه. ايوه اوكي تمام. مم. يعني تحس ان ايه برضو ايه، ليها عوامل، تحس ان العوامل كلها ماشيه في مع- اتجاه يعني بيراميدز. بالظبط. تحس ان الدوري ماشي في اتجاه بيراميدز. مم. الاهلي الفتره دي واقع. مم. ضغوطات الجمهور، مم. تغيير المدرب. اه فتحس ان الاهلي برضو ايه، بس برضو الاهلي اهلي برضه يعني لا الاهلي ما لعيبه. تقابلوش. اه وبعدين الاهلي مركز على الدوري، ما عندوش غير دلوقتي. بالظبط. فبرضو الاهلي مم. نقول واقع بنسبه 30% 40% واقع. بس هيفوق دلوقتي. لازم يفوق. مم. هي دي الفرقه الكبيره ودي الفرقه العظيمه. بالظبط. هيفوق. مم. بس ممكن يفوق في وقت مم. البيراميدز خلاص عدى. بيكسب والدنيا ماشيه فتمام. ان زي ما انت بتقول السكواد بتاع بيراميدز كويس. بالظبط. مين يلعب مين ما يلعبش، الفرقه كويسه. صح. فانا كمدرب عندي بعتمد على 20 لعيب 30 لعيب. مم. فببدا اطلع 2 اريحهم وادخل 2 يمشوا مع التوليفه. مم. فبرضه الله يكون في عونه، ده تفكير. بالظبط صح. ايه رايك في مدرب بيراميدز بمناسبه تفكيره ومدرب؟ ايه رايك في مدرب بيراميدز يوريتيتش. ايه رايك فيه؟ الراجل ده صعبان عليا، الراجل ده هيروح بلده ويتعالج نفسيا والله العظيم. باللي بيحصل له فيه. طبعا. كل ماتش مع الاهلي يقعد يصرخ ويشد يعمل كده ويتجنن وبتاع. بس احترمه. ايه رايك فيه؟ ما هو محتاج رايي. هو وصل لايه؟ صح. انا رايي طب انا لو كنت بقول على المدرب بتاع بيراميدز اللي كان في دجله، مدرب كويس جدا. تاكيس جونيوس ما عملش حاجه. بس هو كان بيبتدي، يعني هو اللي خلق في الحاله في الملعب بتاعت ان انا ابدا من تحت. هبتدي من تحت. بالظبط. انا بحبه جدا. بحب المدرب اللي يعمل شكل لفرقته، عنده فكره وفي تاكتكس. والله انا كونش بحترم المدرب اللي يعمل طفره في فرقته حتى لو ما بيكسبش. ما كان ماسك دجله وكنت بنقول كلنا على دجله احلى فرقه بتلعب كوره، بس عمل تغيير يعني. حسيت بقيمته. ما ده المدرب. صح. طب هل في مدرب في مصر دلوقتي زي تاكيس، او في حد ليه بصمه فعلا في الدوري؟ في مين؟ كابتن ايمن رمادي، احمد سامي، لا مجدي عبد العاطي. ممكن كابتن مجدي. كابتن مجدي كويس برضه، بحترمه. اللي ماسك بس ماسك البنك الاهلي كان ماسك زد. كابتن علي ماهر. ايوه علي ماهر طبعا كويس جامد كده احترمه قوي. في شغل باين. في شغل باين، في كلام مدرب بيتقال وبيتعمل في في طبعا باين شغل باين. تمام. زي بيراميدز دلوقتي بيلعب كوره، شغل الراجل باين. صح ولا غلط؟ باين. ايه رايك في بيسيرو؟ بكلام عن المدربين يعني، انت مع جمهور الزمالك اللي هو بيقول لك عايزين نمشي الراجل ده، ما فيش اي فكره، احنا مالناش اي شكل والكلام ده كله، ولا لا؟ ولا شايف ان في اسباب تانية؟ والله انت لو جبت كلوب يمسك الزمالك مش هتنفع. والله ما هو نافع. مش هتنفع. هيمسك ازاي وعنده مليون مشكله. في كذا ملف مفتوح اصلا. انت لو جبت عارف ايه جوارديولا اللي اخترع الكوره ومسك الزمالك، هينسوه الاختراع ويروح يشتكي. ايوه يعني انا زعلان. انت يعني الزمالك حالته صعبه قوي قوي قوي. وانا كراجل بحب الزمالك بقول يعني انت يا اداره كان في ايديك تبيع زيزو وتخلص المشاكل دي كلها. عارف المشكله فين؟ ان انت حتى مع اللي انت شايفه ده، انت مش ضامن لو كانوا باعوا زيزو وجالهم فلوسه كان هيتصرفوا فيها صح ولا لا. اصلا انت بقيت فاقد الثقه في كل تصرفاتك. نبتدي في اول حاجه صح. انا راجل مديون. انا بقى كاداره، انا كراجل بقى اداره. انا راجل مديون. صح. مشاكل عليا فلوس. جالي لعيب جالي فيه 6 مليون دولار من الشباب، وبعديها جاله 3 مليون دولار من يوم. لا ومش شباب قبليها كمان، شباب السعودي. احنا نقول جاله كام؟ 6 مليون. يعني افرج. هتحل ازمتك ولا لا؟ هم خافوا من الجمهور يا كابتن، خافوا من الدنيا باظت منهم، بس هم ساعتها خافوا من الجمهور. يعني
وانا اخد الفلوس ابيع مثلا ابيع زيزو واروح اخد اصرف فلوسي. لا هفكوا ب2 3 ما انا بقول لك اللي حصل، هو خاف من الجمهور، هو متأكد. ايه خايف من الجمهور؟ هيعمل رد فعل الجمهور الجمهور هيعمل ايه؟ ولا ان حاجة. هو يعني الجمهور شايف ان هو الجمهور عايز زيزو هو الجمهور عايز اللعيبه وتخسر، ولا عايز نفك نفسنا ونجيب لعيبه عشان نكسب؟ الجمهور كان عايز يزيزو. فين زيزو؟ ما هي دي المشكله، ان انت تصرف، ما ده اللي بقول لك عليه يا كابتن، ان الناس جمهور الزمالك فاقد الثقه في تصرفات الاداره، فانت لا بعت زيزو وكسبت منه ومشيته الاهلي ببلاش. يا جماعه فاهم قصدي؟ ما هو بص بقى، في اوروبا مم. قعدوا قد ايه عشان يجددوا لصلاح وتشاوروا وعملوا صح. دي الاداره. مم. تمام. وصلاح كان هيمشي فري، صح؟ هل بقى اعيدوا صلاح؟ طب والله ما انت لاعب عشان تمضي. بس اكيد كان في ضغط برضه من جمهور ليفربول على الاداره ان هم يجددوا لصلاح، ده برضه عامل من ضمن ما فيش الكلام ده. مفيش. لا. اوكي. طب يا كابتن هاخدك لحته تانية، انت مش شايف ان خلينا نصيغ الكلام بطريقه مؤدبه، ان عدم الصراحه اللي زيزو عملها مع الجمهور، وانه طلع قال في اكتر من مره في اكتر من لقاء في الاستوديو بتاعته انا ما مضيتش في حته ولا اكتشف ان هو ماضي من اول الشهر، هل ده حاجه ما تحرقش الدم؟ هل الطريق عارف، هل عدم الصراحه ده ما يضايقش؟ بص، انت شايف من وجهه نظرك ان هتضايقك كجمهور، ماشي، لكن ما قعدتش معاهم في القعده وما عرفتش الاداره قالت له ايه. اوكي. ما لو الاداره كانت ريحته كان قعد. طب هل ده ينطبق على رمضان صبحي لما كان في الاهلي؟ طبعا راح بيراميدز طبعا. ودلوقتي الكوره ما فيهاش انتماء، مش زي لعيبه زمان. اوكي. لازم الجمهور يعرف كده ان الكوره دلوقتي بقت بيزنس. الكوره ما بقتش انتماء، فلوس. ايوه. انا ما اعرفش السنه الجايه هبقى فين فاخد فلوس. صح ولا انا غلطان؟ بس جمهور الزمالك كان متعلق بيه قوي، يعني عارف، وتعلق بكهرباء وتعلق بامام عاشور. لا مش بحد زي زيزو يا كابتن. انا من وجهه نظري مصطفى فتحي قد زيزو 10 مرات. اتفق، ما عنديش مشكله كمهاره وكل حاجه. انا كان بعت زيزو، انا بتكلم بقى كاداره، ماليش دعوه بخوف. ماشي. الخوف ودانا الحته سد علينا فلوس، هو اللعيب مش معانا. انا بقول لك اهو، الخوف وصلني لحيطه سد. ها، وعليا ديون ومعيش اللعيب ولا معايا فلوس. انا كراجل اداره، اسم اداره نادي الزمالك، كنت جات لي فيها 6 مليون، كنت بعت، خلصت الديون اللي عليا، ريحت لعيبتي، جبت 3 4 لعيبه يخدموا لي على نادي الزمالك. مين بقى عالمي في الدوري المصري كان ممكن يجي؟ رمضان صبحي، مصطفى فتحي. وهل بيراميدز كان هيقدر يسيبهم؟ والله الفلوس بتتكلم. انت ما تقدرش تنافس بيراميدز فلوس يا كابتن. بالظبط. ليه يا كابتن؟ لا صعب قوي، صعب. انت لو جبت 6 مليون دولار دفعت منهم 3، انت هتجيب مين بال3 مليون التانيين يا كابتن؟ لا صعب قوي. بيراميدز قوه ماليه. هو بيراميدز واخد مصطفى فتحي منين؟ الزمالك. ايوه بس بيراميدز معاه فلوس، احنا معلش في الاخر يعني. بس لما يخش لك 3 مليون دولار اللي انت سيبك من 3 اللي علينا، ماشي. 3 مليون دولار معاك فلوس يا عم، هتجيب لعيب. متفق معاك، بس خلصت ديونك اللي هتعمل لك ازمه بعد كده. دي نقطه صح طبعا 100%. يا جماعه ما هو دي اسمها اداره. اداره دي يا جماعه يعني لازم تفهم، علم لازم تفهم ودماغك تفهم ان الاداره ليها نظام. بالظبط. ايه النظام بتاعي؟ انا ببص لقدام، ما ببصش تحت رجلي. مشكله الزمالك بيبص تحت رجله. لا، اللعيب ده يلعب لي دلوقتي وبكره ربنا يسترها. طب انت شايف ان يعني مش شايف والله وربنا يسترها بعد كده، ما احنا ماشيين بالستر. مش شايفين ان الجمهور سايق مجالس الاداره، مش سايق بس بيأثر كتير على قرارات مجالس الاداره، ان كان اهلي ولا زمالك ولا ايا كان، وبالتالي ما باعوش زيزو عشان هم كانوا خايفين. بص طبيعي ان الجمهور يهاجم، طبيعي. انا بقى كراجل اداره انفض للجمهور، ماليش دعوه، انا بشايف اللي يصلح لنادي الزمالك او الاهلي. بعد كده كان هم بيشتموني دلوقتي، كمان سنتين اشكرون، كتر خيرك. بالظبط. ليه؟ انا خلصت الديون، اللعيبه بتاعتي اللي بتلعب مرتاحه ذهنيا وموفر لهم كل حاجه. تمام، العب. برشلونه معهاش فلوس، عندها مشاكل بسبب القصه دي جدا، وبيلعبوا باللعيبه صغيره. بالظبط صح. بس حاطين لنفسهم سيستم ان كمان 3 4 سنين ملايين الملايين هتخش لنا مع الدوري هيتاخد. ده الدوري دلوقتي بيتنافسوا عليه اهو. كابتن دي مش لعيبه صغيره، ده العيال قرود، مش لعيبه صغيره يا كابتن. العيال ما شاء الله بيدري وجابي ولامين يامال. هم قرود ليه؟ ايه ده؟ قرود ليه؟ عشان المنتاليتي بتاعتهم متغيره. ما فيش فلوس، لكن انا اعمل
اجيب مدرب يعمل من الاولاد الصغيرين دول حاجه، فيك طبعا قلب الدنيا. ومش طالب منك دوري ولا حاجه، بس طالب منك ان اللعيبه دي تمام في المستقبل مم. دول النادي. صح. ده الدخل بقى بتاع النادي. صح. صح. انت دلوقتي لو حبيت تبيع لامين يامال مم. صح. انت تديله كام؟ صح. هيكسب فيه كتير. صح ولا غلط؟ صح. صح. ليفربول باع ماني. ماني. هل ليفربول معاش فلوس؟ لا اكيد لا. بس بيبصوا لايه؟ قدام في خطه، بدليل ان الخطه ناجحه مم. وخدوا الدوري مع السنه ابن دي. سلوت. بالظبط. صح. صح. قلل الكواليتي وجاب لعيبه صغيره. مم. صح ولا غلط؟ انا ليه الزمالك ما عملش كده؟ انا مالي بالجمهور. انا راسم خطه لنادي الزمالك وامشي عليها، ابيع فلاني عشان يجيب لي كذا، عشان اعمل كذا واجيب كذا، ولا اريح لعيبه وابدا انافس على الدوري. هو يبدو ان مفيش خطه اصلا. ما هو ده اللي بقول لك عليه، ما ده اللي مزعلني. ايوه بس ده اللي كلنا. طب هو طب دلوقتي انت ما عملتش زيزو، ما استفدتش، الديون عليك، زيزو في الاهلي ببلاش. بالظبط بلاقي انا استفدت ايه كراجل بقى زملكاوي؟ انا بقى بيتحرق دمك بس وعارف ولا لا، يبقى انت الاداره ملهاش فيها. باحترامك قدم استقالتك. ده المفروض. ده اللي انا شايفه بصراحه. واحترمك واقول لك والله كتر خيرك، انت جيت لقيت الدنيا مبهرجه. انت ما عندناش هنا الفكره بتاع الاداره فشلت، ما عندناش. لا يا باشا، الكرسي بيغير، هو عايز الكرسي عشان خاطر حاجات تانية يستفاد بيها حاجه تانية. لكن كاداره وكخطه للزمالك، والله انا لو في جيبي 2 جنيه هعمل خطه للزمالك بال2 جنيه، بس كمان 5 سنين ابقى الزمالك في حته تانية وزي الاهلي، فلوس ورعايه وكل حاجه. لو ب2 جنيه محدش بيبدا طول عمره ب20 مليون، هو الواحد بيبدا صغير يبدا يكبر. ما بنبداش. انت نادي الزمالك المفروض نادي كبير، انت المفروض انت بدات خلاص يا باشا، وانت مرشح نفسك تكون عامل خطه لنادي الزمالك. والله العظيم انا لو جيت كنت بعت زيزو من اول ما مسكت النادي. انت تستحمل حبه الجمهور دي؟ ما كنتش هوصل اللي انا وصل له دلوقتي. ما هي صح تمام. ده بالعكس. صحيح. هي احنا وصلنا لها. هي خربانه، فاهم؟ هي خربانه. بالظبط. يعني اعمل حاجه الناس تسقف لي بعدين، ولا لغايه دلوقتي وبعدين يفضلوا يشتموني؟ وهو نفس الديون يعني. وارجع بقى لممدوح عباس. معلش انا عايز فلان الفلاني. طب ما انت معلش، طب ما انت في ايديك تعمل، ليه تطلب؟ يبقى كده انا بصراحه بقى اللي قدامي ممدوح عباس هو راجل. لسه احمد فتوح بيتكلم امبارح، راجل الاداره بتاعه الناس بيقول لك احنا بنقول له يا ريس وبتاع. ممدوح احمد فتوح ما مين اللي بيدفع الفلوس؟ بيقول كده. طب هل بقى انت كراجل اداره نادي الزمالك لو طلع ممدوح عباس شتم او اي حاجه تقدر ما تدخلوش النادي؟ اكيد لا. من وجهه نظري يعني شايف ان الفرق ما بين بيراميدز والزمالك دلوقتي في ان الناس دي واقفه، يعني بيفكروا بصح، عندهم هيكل اداري مظبوط، عندهم مدير تنفيذي اللي هو بدون يعني مع حفظ الالقاب ممدوح عيد، مع السبورتس دايركتور مدير رياضي اللي هو كابتن هاني سعيد. الناحيه الثانيه في الزمالك ما فيش سكاوتنج تيم اللي هو فريق كشاف مش موجود، ما فيش اصلا حد عينه اخرها ميشالك، وصفقات عمر فرج ومش عارف ايه، صفقات فنيا وحشه قوي يعني. مفيش. مين المدير الرياضي في الزمالك؟ دخل المنصب ده متى؟ ما اعرفش، بس يعني هل يعقل نادي زي الزمالك؟ لا ممكن بقى نجيب رضا عبعال. هي والله مش تفرق كتير. هي عادي، ما الزمالك على الله حكايه. هي برضه فكره ان الجمهور كان شايف الناس دي جايه بتوعدنا بحاجه او بتوعد الجمهور بحاجه، فجاه لقيت فريق كوره بيروح منك، جوزي جوميز بيروح منك، صالات يد وطايره بتروح منك، مع ان اللي ماسك الملف بتاع الصالات كابتن حسين لبيب وكابتن هشام نصر اللي هم يعني كابتن حسين لبيب كان لعيب كره يد اصلا. فازاي انت ماسك لي ملف مهم ويقع مني بالشكل ده وقدام المنافس المباشر اللي هو بياخد مني بطولتين او 3 في نفس الوقت، ما باخدش منه غير بطوله واحده مباشره اللي هي البطوله العربيه في الطايره؟ ما هو عشان الازمات اللي عندك، ما انت ما بتعرفش تصرف على الكوره ولا اليد ولا الباسكت ولا الحاجات دي كلها. طب انت كنت جاي وعد الجمهور ليه وبايه؟ ويطلع المتحدث الرسمي طبعا مع احترامي الاستاذ احمد سالم بيطلع يقول كلام، وبتلاقي ان الناس بتهاجم الحاجات دي ما بتطبقش. ما انا اقول عشان كده بقول لك انا دايما كراجل اداره لازما ماليش دعوه ببره النادي. انت عندك رؤيه مش عند الناس، مش عند الجمهور. انا ماليش دعوه ببره النادي، انا راجل عامل جدول لنادي الزمالك وعامل خطه لنادي الزمالك. ماليش دعوه بقى بره يشتموني يعملوا لي، بس تاكد لو انت عامل لنفسك خطه هتنجح.
بيراميدز عامل نفسه خطه ناجح، مم. زد عامل نفسه، هو كان في الدرجه صح. الثانيه صح. عمل نفسه خطه في زيرو في سنتين، مم. دوري ممتاز صعب. سيراميكا. سيراميكا كابتن الفرقه دي كلها عندها خطط وعندها سيستم احسن من عند زمان. يعني كل احترام للنادي الاسماعيلي ما فيهوش خطه، مم. الاسماعيلي بيتبهدل. مم. نادي احنا الاسماعيلي داخلين في اللي هي في دي دلوقتي. نادي الاسماعيلي بيتبهدل. ممكن ينزل درجه تانية. وارد، ليه لا؟ المقاولين نزل درجه ثانيه. هل اصلا الناس هتسمح ان الاسماعيلي ينزل أظن درجه الفرقة تانية؟ انت برضه عمال تقول للناس انا مالي بالناس. طب فرقه الناس جماهيريه وكذا. انا قصدي كضغط من الراي العام. هيعمل، طب ايه رايي هيعمل ايه؟ الراجل هيعمل ايه في النقط يعني؟ وخسر هيعمل ايه؟ بحس ان في مصر الموضوع مختلف عن اوروبا. يعني في اوروبا انت ممكن تشوف فرقه في الدوري الانجليزي مثلا شيفيلد يونايتد بينزلوا درجه تانية، مش عارف في اليوفي بينزلوا درجه تانية. والله في السعوديه الاهلي السعودي نزل يعني عادي، واهلي جمهور بالظبط كبير. بالظبط. بس في مصر الناس مش متعوده على يعني الكلام. هيعملوا ايه مثلا؟ يطلع الراي العام يقول لهم معلش ادوا الاسماعيلي 15 بونت عشان يقعد وهننزل حد تاني؟ مم. مم. مفيش خطه النادي بص على الاسماعيلي. وضعه في الجدول كده دلوقتي واحنا قاعدين الاسماعيلي ب 16 مركز إيه؟ 16. الاسماعيلي 16. 16 اه دلوقتي. اه استنى نبص كده. انا لسه شايفها قبل يعني الحلقه. الراي العام هيعمل ايه؟ مم. هيوفر له ايه؟ مم. طب ما توفروا انتوا الاسماعيلي عشان يبقى كويس. مم. فلا يعني بصراحه الكوره عندنا ماشيه غلط. مم. اسماعيلي الحقيقه يعني 3 نقط على اللي فوق. دي حاجه مزعلاني. يعني مم. انا لما سافرت بره مم. سيستم تاني خالص بالظبط. خالص مم. خالص خالص خالص، مم. وما لهمش دعوه انت مين ولا انت فين. مم. جدول ومحطوط طول السنه، مم. انا ماليش ما دعوه. عندكش لا تاجيلات ولا شيل ولا حاجه. ماليش دعوه يا ريس. انا لبس طيب ده منتظرك. طيب ده. مالمو في الدوري السعودي دي مالمو بتلعب السويدي، بيلعبوا دوري ابطال. كان عندهم ماتش الجدول بتاعهم محطوط يلعبوا. ما ليفربول والفرقه كلها كده يقول لك انا عندي 3 ايام هنا و3 ايام رايح هنا، يقول له ماليش دعوه مش هاجل لك، انت هتلعب ده وتروح تلعب مفيش ده. مفيش حاجه اسمها مفيش ماليش الكلام دعوه. ده. انت في سيست في جدول الجدول لازم بيه. بالظبط. هتعمل كده انت خارج نطاق الجدول، انت بره. بالظبط. انت لو انت اليوفنتوس يوفي بالظبط. فعادي يعني. طب خروجا بقى من الحته دي يا كابتن اونوس، لا هنروح للمنتخب. ايه رايك في المنتخب مع قياده فنيه كابتن حسام حسن وابراهيم حسن؟ وشايف ان هم هيقدروا يعملوا ايه في افريقيا الجايه في المغرب؟ خلينا نكمل الناس طيب. اول بتسمع سيره حسام وقنش اكني مثلا يعني لو الخفي لا فني يعني نتكلم فني. ما انا فني. والله هكلمك فني والله فني. العظيم. انا بس فني. بوصل للناس اني والله ما في حاجه بيني وبين كابتن حسام حسن. انا بتكلم لما اتكلمت على اللي حصل معايا. بس دلوقتي لما اتكلم في حاجه فنيه هقول الايجابي والسلبي من وجهه نظري بالظبط. ليس ليها قيمه. انا بقول لكم ليس ليها قيمه. انا راجل شايف حاجه وممكن واحد تاني شايف حاجه. فانا هقول اللي انا شايفه، ماليش دعوه ايه اللي بيحصل. بس انا بقول اللي انا شفته وشايفه واتفرجت عليه وعارف كابتن حسام بيعمل ايه، ان انا اتمرنت معاه 3 سنين. طب انت شايف ايه في افريقيا الجاي؟ يعني مثلا لو لعبنا، لو نزلنا في مجموعه مثلا مع السنغال ولا المغرب مثلا ولا كوت ديفوار، نقدر نسد مع الناس دي بالشكل اللعيبه، بالشكل الفني بتاع الدوري، يعني بالعشوائيه اللي بنشوفها دي؟ بالمحترفين طبعا هيبقى زيهم زي المصريين، مفيش اي اختلاف. بمعنى يعني لو لعبنا صلاح وتريزيجيه وكل ده زي المصريين هيبقى اجتهاد فردي. مجهود فردي والكرة عمرها ما كانت فرديه. الكرة طول عمرها جماعيه. يعني مش هنسد مع فرقه تقيله والله. يعني ببركه دعاكي مصر يمكن، لكن اللي انا شايفه الواقع لا نهائي. طب ما ده بيدينا يعني المشكله تانية كاس العالم. هنعمل ايه في كاس العالم؟ او انت فاكر لا هو انت هتصعد كاس عالم بس تفهم حاجه كاس العالم. انت مش عايز تصعد كاس عالم؟ لا هتصعد. لا انت كده كاس العالم نفسه. كاس العالم نفسه انا بتكلم بقى على كاس العالم نفسه. هتعمل ايه في كاس العالم لو انت مش قادر تسد في افريقيا؟ طب انت عملت ايه في كاس العالم اللي فات؟ ما انا بالظبط، ما ده اللي بتكلم فيه. ما هي يعني هنكرر نفس السيناريو تاني. مفيش خطه لمنتخب مصر، مفيش مدرب عامل لمنتخب مصر قيمه. يعني وجهه نظرك في استبعاد امام عاشور اللي حصل في اخر اتكلمنا فيها مع كابتن محمد اشرف، بس هسمع رايك يعني. انا كنت ممكن اخدها بشكل تاني. ما بص ان امام عاشور لعيب كويس والفتره دي متالق جدا جدا. فممكن انا كمدير فني ولا احتياجاتي اخدها بشكل تاني. ما ينفعش اطلع اجيبه ويطلع يعتذر، ده طبيعي، البني ادم خطاء.
بالظبط. ممكن انا زعلان منك في حاجه، كل ابن ادم خطاء. طلعت قلت حاجه تذبحني تموتني، مش جاي المنتخب تاني ما اعرفش ايه. يا عم ده هو المنتخب بتاعك، المنتخب مش بتاعك، المنتخب بتاع مصر. ايوه بس هو المدير الفني وليه الراي الاخير في الموضوع، واحترمه، لكن مش على حساب على حساب الفرقه. ما هو كسب يا كابتن. طب كسب مين؟ يعني قصدي هو بالنسبه له على فكرة. لا رد عليا بس، كسب مين؟ معلش سوري بس كسب مين؟ اثيوبيا سيراليون وكده. لا واحده ما تقوليش كسب كذا وكذا، قول لي هو واحده. اثيوبيا سيراليون باين صح اللي لا ماشي، اللي فات. ارجع بقى لاثيوبيا. ماشي ها حلو. كام ايه 1-0. طيب احنا لو رحنا كده هنكسب اثيوبيا والمصحف شوف زي ما بقول لكم انا وجلال ورا وانت قدام ونلم الباقي. والله العظيم، ونحط 2 بتوع سوبر ماركت ورا الدليفري هنكسب. يا جماعه مين اثيوبيا في الكوره؟ لا صح انت. انا ما سمعتش اثيوبيا، انا ما سمعتش اثيوبيا الا لما عملوا حوار الميه ده بس ككوره حلوه. والله بس الكره الافريقيه اتطورت قوي يا كابتن، يعني سبقتنا كمان حتى. بس هو مش احنا اثيوبيا. انت بتقول الكوره الافريقيه اتطورت صح؟ هو احنا ايه؟ شفنا ده احنا ايه؟ بالظبط. ما احنا افارقه، احنا في مكاننا بالظبط. ما احنا افريقيا. ايوه انا فاهم، بس احنا قصدي هم اتطوروا احنا في مكاننا ليه؟ عشان كان في خطه. بس هي دي اللي عايز اوصلها لكم. احنا وصلنا اللي هو عايز يقوله خلاص. بس في انت بتقول الافريقيين اتطورت صح؟ ليه؟ في سيستم محطوط. اثيوبيا بقى مع فلوس زي مصر؟ لا طبعا. لا انت امكانياتك اعلى طبعا. ايوه امكانياتك اعلى، عندك دوري قوي، عندك 8 لعيبه بتلعب في اوروبا. بس يا جماعه كل انتوا الفرق الثانيه بتتكلموا في كابتن ايه؟ مش عندها لعيبه في اوروبا، لعيبه كلها في اوروبا صح. احنا الفرق الثانيه المغرب مثلا كلهم في اوروبا. لا وفرق مش عارف اللي تحت اغلبهم بره اصلا بالظبط، بيلمهم في كل تجمع. ايوه ماشي، ده ما انت بتلمه بس. طب طلع المحترفين هنا وهنا ماشي، والله العظيم هتخسر من المغرب. تاني كابتن مش عايز يقول ان انت ان انت لحد دلوقتي ما قابلتش فرقه تقيله، فلما تقابل فرقه تقيله هتخسر. ما هو ده حديث كل الناس. بص انا بشوفها بشكل تاني، ان انت منتخب مصر هم اثيوبيا فلعبت 60% من تكسب برضه، انت كسبت. بس انا كراجل بقى لعيب كوره، فين التاكتكس بتاعك؟ فين ده يستلم وده يقطع وده يتحرك انا كله مجهود شخصي. ما شفتش اي تاكتكس؟ شفتش. انا بسالك لا ما اكيد انت اتفرجت. اتفرج. انت عايز الناس تشتمني؟ مفيش لا مش عايز حد يشتم والله، بس انا بسالك. مفيش لعب كوره بيتقدم، مفيش اي تحركات في الملعب، مفيش اي فاولات في الملعب، مفيش اي كورنرز في الملعب، مفيش اي حاجه، كلها اجتهاد شخصي. اوكي. طب بمناسبه كمل كابتن انجل الاول. وكلهم مرموش نازل وصلاح نازل، اوبا ايه ده مرموش، اوبا ده صلاح، ايه كلهم عاملين كده. لكن هات المجمل. ليه مرموش صلاح يعملوا كده من اثيوبيا والسيراليون يا جماعه؟ لا سيراليون اللي بيعملوا، هم اللي عاملين كده. لكن هم لو واثقين في نفسهم 100% وهيخسر، والله هنخسر. ان مرموش ياخد الكرة يجري، مفيش اي تكس، مفيش ده يتحرك من هنا وده ينزل يستلم، مهارات شخصيه وخلاص. مفيش، كلها اجتهاد شخصي. والله كلها اجتهاد شخصي. فين التاكتكس في الملعب؟ مفيش. بدليل ان انت لو عندك تاكتكس وعندك خطه في الملعب انت هتكسب 6-7 مرتاح مع اثيوبيا. المفروض يعني انت كسبان 1-0 بالعافيه والجمهور قاعد على اعصابه ما يخشش فينا جون. طيب يعني قلنا الماتش بتاع اثيوبيا ده ماشي، ارجع بقى لسيراليون. كام كان 3 تقريبا، 3-0. بس سيراليون المفروض تكسبها 6-7 يعني مش 3. بس فاكر كابتن انجل زمان مع حسن شحاته، كابتن حسن شحاته طبعا. ما هو كابتن في اول الحلقه قال لك ايه؟ قال لك ما تقارنش الجيل ده. بس برضه انت لازم تقارن. ما انت بتقارن بس مش مع الجيل برضه، مش مع اثيوبيا برضه. ايوه مش مع سيراليون. صح يعني سيراليون دي انت لازم تكسب. بص عشان خاطر الناس تحترمك. ايوه ولما تطلع كاس العالم يقولوا انتوا فرقه جامده. لازم تعمل حاجه مع الفرقه الصغيره تحترمك كرويا يعني. طبعا الفرقه زي اثيوبيا دي مع احترامي ليها يعني 6-7 سيراليون 8-9 يقول لك بس الفرقه دي دفاعها جامد، نص ملعبها جامد، هجومها عالي. المغرب دست على وشنا في الاولمبياد، ما همش بقى يكسبوا 3 ولا يزودوا 6 يا باشا. يلا انا لما كنت في ايوه طول ما اقدر ادوس انا لما كنت في منتخب الشباب انا كنت في منتخب الشباب في جيلي، رحنا لعبنا المغرب تمام اديناها 8-0 تقريبا. شوف تعالى بقى دلوقتي المنتخب بتاعنا الشباب خسر من المغرب. ايوه 6 دي خطه بيطوروا. انت دلوقتي انت هات 50,000 جنيه والعبك في الزمالك في ده كابتن اشرف قال الكلمه دي. قال هات فلوس والعبك في اي اللي انت عايزه. بقولها لك اهو. بعد مصالح اكتر من ايه؟ ان انا اجيب خامه كويسه.
اوكي طب كابتن عندك قلوش، سؤالي، هقول لك 5 اسامي لمدافعين، وقول لي مين دول، يعني مين فيهم يلعبوا في افريقيا او يلعبوا في كاس العالم. اول واحد طبعا الف سلام عليك كابتن محمد عبد المنعم لما يرجع خلاص ان شاء الله، الف سلامه يعني لما يرجع ان شاء الله. محمد عبد المنعم، الونش، محمود مرعي بيراميدز، علي جبر بيراميدز، عمر فايد بيرشوت البلجيكي، و حسام عبد المجيد زمالك، والاخير قلت احمد حجازي. 4. هو نسي الاسامي، انت قلت له 5 قلت له طب 7. خلاص شيل الحجازي، شيل الحجازي عشان عشان اشمعنى اشيل سبعة. حجازي؟ كابتن حسام، عشان كابتن حسام قال الحجازي مش هيلعب في المنتخب طول ما موجود. ليه؟ ما اعرفش، قال ده كده؟ اتقال يعني متاكد ولا انت بتقول قال اشاعات؟ كده يا جماعه. وانت ليه؟ كابتن حسام طلع جلال قال بيراجع اشاعات. قال انا بنزل. انت لا لا انت لا بتروج لا اشاعات لا يعني؟ تدرج لا اشاعات. مش اشاعات انت عايز لا لا انت عايز انت عايز نهبي في حسام لا. حسن، ها؟ لا ثواني الخبر كان بيقول كابتن حسام طلع قال ان انا بنزل بمعدل اعمار ومش هينفع ان انا اخد لعيبه ايوه ده معينه. حجازي رد فطلع بستوري. كابتن احمد ايوه حجازي رد صح بستوري. نزل ستوري بالظبط ايوه صح. ايوه انا افتكرت. فانا بتكلم على كل طب ده. ما صلاح قد حجازي فرق حجازي سنه. حجازي رد بستوري اللي هو برضو صلاح قد حجازي نفس الجيل. طب ما تجيب بس ده صلاح بقى. صلاح يا جماعه. ده هو صلاح. قصده يعني عشان انا حجازي صلاح. بص، بيلعب درجه تانية طب في ما ده اليوم. حجازي. خلاص نخرج مشكله شخصيه بينا. هو انا بقى هاخد بقى كل حاجه شخصيا انا وعم حسام حسن؟ صح. يا عم انت، انا جاي بيتك؟ مم. انا جاي منتخب مصر اللي هيفيدني هلعبه. هتقعد تعمل معدل اعمار؟ طب انت شايف ان حجازي يلعب على اي حد من الناس اللي قلنا دي؟ على عبد المجيد والونش وعبد المنعم ربنا يشفيه يلعب حجازي؟ يس. مين يلعب جنبه؟ ليه بقى؟ مم. اكتسب خبرات كبيره قوي في الدوري الانجليزي والدوري السعودي. صح. اول سنه الدوري السعودي قوي جدا. وعلى فكره صعدوا دوري روشن خلاص، هيصعدوا يلعبوا بقى مع النصر والهلال. بس حسام فاهم عبد المجيد قصدي؟ خامه كويسه قوي وبقاله فتره. خامه كويسه لمصر. يعني استفيد بيه المنتخب. على مين؟ على واحد لعب في اوروبا. خلاص باخد احتياطي. طب ما اخده احتياطي. هو ما بياخدوش صح؟ مش عارف خده. ما بياخدش حسام عبد المجيد، بيلعب رامي ربيعه، وخد بيلعب رامي لعيب ربيعه اسمه محمد ربيعه من سموحه. صح خد ربيعه لعيب صح. هو تقريبا هو عيله ربيعه بيحبها. وخالد صبحي. هو دول مش اخوات ولا وخالد صبحي لا مش مش اخوات، بس انا يعني أيوة. قلت اي حد. طب يا رب كان اسمي انا محمد ماجد ربيع. كان زمان دلوقتي في المنتخب ومتالق والله. بص انا كان من وجهه نظري الوقت ده عايز خبره مع واحد طالع كويس. ميكس شباب مع خبرات يعني مثلا. طب هقول لك قول لي او لا. علي جبر؟ لا. محمود مرعي بيراميدز؟ على فكره مقدم موسم عالمي وبيلعب بدماغه بجد ومن احسن المدافعين. انت بتقول يعني سوري، انت بتقول لي لاعب في المنتخب دلوقتي ولا بتقارن مع حجازي؟ لا اللي يلعب دلوقتي والفتره الجايه يلعب ولا بناء على مستواه وبناء على الاستمراريه في الملعب. قلنا علي جبر. محمود مرعي في بيراميدز. بص مع احترامي ليه انا ما اتفرجتش عليه. اوكي طب حرام كويس حرام اقيمه واقول اي كلام صح يعني برضو. بس طالما وصلوا الحته دي يبقى احترمه، لعيب كويس. اسامه جلال بيراميدز؟ لا. رامي ربيعه 50-50. رامي ربيعه 50-50 بعد كل اللي هو مقدمه مع المنتخب والاهلي وبطولات ولعيب دولي واهداف. اذا كان جمهور الاهلي مش عاجبه انا بسال لا يعني. مش ده جمهور الاهلي. رامي ربيعه 50-50. 50-50. حسام عبد المجيد 60-40. الونش بعد رجوعه من الاصابه دلوقتي احط احتياطي. احط الونش احتياطي. طب عمر فايد بيرشوت البلجيكي ولعب مع منتخب في الاولمبياد وكان مقدم مستوى عالي قوي جنب حسام عبد المجيد. احترامي ما شفتوش. اوكي ما شفتوش. طب مين اساسي بقى؟ طب محمد ربيعه سموحه لو اتفرجت عليه، وخالد صبحي. لا. طب انت مين هيلعب؟ رجع حجازي. ومين جنبه؟ وعبد المنعم. عبد المنعم لو خف باذن الله. طب مين 2 احتياطي ليهم؟ الونش. رامي ربيعه لا. سامع ابني كابتن ياسر ابراهيم لا. استاهل ياخد مين؟ سامع ابني من وجهه نظري يعني. لا مش عشان انت زملكاوي. والله كويس والله ومقدم انا اصلا ما لعبوش في الزمالك. ما تلعبش اسامه بيجي في الزمالك؟ يا كابتن بتهزر بجد؟ والمصحف الشريف. بس انا اتخضيت من الرد دلوقتي. سامع يجيب بتاع الزمالك بيلعب دلوقتي. يا كابتن والمصحف بيقف غلط. يا كابتن دلوقتي عامل مستوى بقاله فتره كويس. قول لي وجهه نظرك. طيب بيقف غلط. انا اتصدمت من الرد ده. هو طوله حلو وهو هيجي، لكن الف بي كوره بيقف غلط، مدافع بيقف غلط. تمام
كل الاحترام طبعا. لا انا بقولش وحش مم. يا جماعه، انا برضو لا مش لا قصدي، بقولش انا وحش. بس مناسب اتصدمت. في الفتره دي ولا لا؟ يعني انا هو توقعت كويس. سرعة اه صح. مم. طب هاتوا بقى يلعبوا في حته مم. تانية، لعبوا في الاسماعيلي، اه مم. هو بقى يعني مع احترامي الاسماعيلي وهو واقع كده، مم. هيشيل الاسماعيلي. بالكواليتي اللي في الاسماعيلي صعب طبعا، مع خروج عبد الرحمن مجدي البيراميدز برضو الزمالك مم. سنده، انا بقولش لعيب وحش، مم. لا لعيب كويس جدا، بس ما يرخصش للمنتخب. لا لسه مم. اوكي تمام. لسه وبس قريب هو اللي هيشيل المنتخب. طب ياسر تمام. ياسر ابراهيم كان مقدم يعني ماتش حلو قوي قدام سان داونز. بعيدا عن الغلطه مش ذنبه يعني، كويس. لا ما صح. حملوش طبعا، حرام، لا ولا حمل اي حاجه. صفقة يعني. ما ده اللي بقول لك عليه بقى، توفيق من عند ربنا، ده توفيق. ايوه كرة تخبط بالظبط. تخش جون، بالظبط، ده تغير توفيق. اتجاهها وتخش. فده توفيق من عند ربنا. مم. ياسر 70-30. اوكي، يعني احنا كده وصلنا لحجازي عبد المنعم ومحمد عبد المنعم، بالظبط. وحجازي اصلا راجل خبره مم. وشاب بيجري ويشيل من وراه، وين راجل شحتياطي؟ قائد في الخبره. اه وينش احتياطي، حلو. وياسر ابراهيم او ربيع. طب خلينا نكمل خلينا نرجع خلينا يعني نكمل. يمين تحط مين؟ هاني، عندك هاني وعندك عمر جابر، صح؟ ابرز اثنين يعني. في هاني وعمر يمين جابر. وشمال نحط مين؟ بالظبط. وعندك في الشمال محمد حمدي بتاع بيراميدز، وعندك فتوح، فنحط مين؟ والدبيس بتاع الاهلي مصاب الدبيس. يعني لو طب ما يعني هو يعني تحط مين يمين وشمال؟ ما انت قلت هو الاثنين. ما يعني مين يلعب؟ كان مين يلعب؟ يعني تلعب هاني ولا عمر جاب المستوى ده؟ هاني. تلعب أوكي. بهاني. اوكي. وشمال محمد حمدي مثلا ولا حمدي. فتوح؟ حمدي بتاع بيراميدز. حمدي بيراميدز. مش فتوح؟ لا فتوح مهاري انا محتاج الحته دي مهاري ولا محتاج مجهود. فتوح مش موجود. بص فتوح مزاجنجي، اوكي. وانا بحبه جدا على المستوى الشخصي، وفي الملعب هايل جدا. ماشي. لكن انا في الحته دي في كاس العالم عايز رواد. محمد حمدي. ماشي. طب ونص الملعب في بقى حدث ولا حرج، في مهند لاشين، في مروان عطيه، في دونجا، في لا سيبك، انا بتكلم على 6. خالد عبد الفتاح. لا ما لعبش 6. مش خالد خالد اسمه ايه؟ مين بتاع الاهلي. مهند لاشين. مروان عطيه. ومهند لاشين ودونجا ومحمد شحاته الزمالك. الاربعه دول. مروان عطيه. اوكي. وجنبه ده اول واحد اساسي. ماشي. الواد رضا بوبو. مش ده كان في بيراميدز وراح بيلعب معار تقريبا سيراميكا يعني مش شحاته. ده انا بحب رضا بوبو، لعيب كويس. بحس انه ماشي على المستوى الشخصي انا بحبه يعني. لا بحب كورته. اوكي. كورته جماليه حلوه، انا بحب الكوره انا بحب السجل بتاعي كور جماليه. فيعني لما الاقي حد بس كده بيلعب كوره حلوه قوي احبه. ايوه طب لو امام فضل ليه مشكله لو فضل فرضا يعني مين يجي مكانه؟ امام. في امام، وفي في الزمالك طبعا في ناصر ماهر، وفي احمد حمدي لما يرجع، وفي عبد الله السعيد، وفي بيراميدز تلاقي نص ملعبه كله اجانب الكارتي لا الواد الافريقي كده في بيراميدز. في طبعا ابراهيم عادل ابراهيم عادل طبعا صح. انا صح مش على بالي، المفروض ابراهيم عادل ممكن. بص يا جماعه الراجل ده لازم يسافر بره. ابراهيم عادل لازم. اوكي. ما تبصش لنفسك، بص على بعد كده. انت هتكسب منه. صح سيبه. هيبقى حاجه لمصر كويسه. نسينا زيزو. اجنحه بقى. لا ما زيزو ما بيلعبش جناح في المنتخب. نسينا زيزو بيلعب في الحته دي. زيزو بيلعب نص ملعب. لاعب زيزو بيلعب نص ملعب. انا نسيناها خالص. مش عارف، ما اقتنعش زيزو في انت عندك ونجات صراحه ما لعبوش، وتريزيجيه هاف لعبوا هاف ولا هاف. لا العبوا باك ولا هاف اصلا. العبوا باك رايت. على فكره كذا حد زيزو كان حد بيقول من زمان كان بيلعب باك اصلا، ده مجهود باك يعني. عالمي. اوفراته ما شاء الله، مجهوده ما شاء الله. صح تصدق صح. ما جربناهوش باك يمين دي قبل كده. العبوا باك. طب بعيد عن المنتخب، هو ولا الشيبي؟ محمد الشيبي بتاع بيراميدز. خد بالك الشيبي مش بيلعب كمان اساسي في المغرب. الناس كلها بتشعر في عودات الشيبي عشان الشيبي بيلعب عليه حكيم اشرف حكيمي، وبيلعب عليه نصير مزراوي. انت بتتكلم عن المغرب، انت افترضت هو مش بيلعب اساسي. اوكي. فانت مين يتفوق، زيزو ولا الشيبي؟ بص الكواليتي بتاعت الخطط والحاجات دي الشيبي. اوكي تمام. القوه كل حاجه.
الدماغ زي ما تقول الماتيريال بتاعته كويس. ايوه يا ريته صح. كان يا ريته كلامك كان مصر كان يا ريت. كان لاعب اه معانا. ايوه وطبعا برضو انا ما قدام بتكلمش في زيزو وحش، لا لا انا فاهم. زيزو كويس انت قلت جدا زيزو عالمي، باك يمين يبقى عالمي جدا. طبعا. قدام ما فيش اوبشنز كتير، صح؟ صلاح قدام ومرموش ومصطفى محمد، ما مصطفى عندكش. محمد عندك تريزيجيه بديل وصلاح لمصطفى محمد؟ يعني صلاح مرموش ما لهمش بدائل، انا فاهم. عندك بديل لمصطفى؟ مين بقى؟ بتاع مين؟ زد. شادي حسين؟ لا. لا. زيكو فيرود. اوكي، على لا. فكره في كلام ان هو كان راح الاهلي لعيب كويس قوي، اوكي بتكلم بجد، لعيب كويس قوي. ماشي. لسه متفرج يعني قبل ما اجيلكوا، اتفرج على الاسماعيلي وزد. الاسماعيلي خسر 2-0. لا لعيب كويس. حلو. وشادي حسين فيرو كويس قوي. طب شادي ليه حسين كده ما كويس. راح الاهلي وما كملش؟ ما هو خد بالك مش كل اللي بيروح الاهلي بيكمل. كميتك بقى. موضوع الفانيلا التقيله ده بجد يعني تقيل، اللي يقول لك تيشيرت الزمالك تقيل على لعيب، تيشيرت الاهلي تقيل على لعيب كده، الضغوط يعني مثلا ده مجازا، يعني الضغوط على اللي الفرقه بيحط دي. في نفسه. اوكي. يعني انا ما بحطش في بالي اصلا تيشيرت اهلي وزمالك، انا بلعب لعب ولعب هو اللي هيفوق مع جانب المدرب لو متقبلني في الملعب. تمام. طب مروان حمدي بيراميدز طويل، حسام حسن مهاجم لعيب كويس. حسام حسن منتخب ليه لا؟ يلعب على مصطفى محمد؟ لا انا قصدي مش يلعب على مصطفى محمد احتياطي. اوكي. بس يجي يقعد له احتياطي يعني. طب اسم بقى، ما اعرفش انت لعبت معاه ولا لا، بس اسم ما حدش بيحبه في مصر مع انه بيطور من نفسه بشكل كبير ولعب في انديه في اوروبا ولسه بيلعب في اوروبا لحد دلوقتي. احمد حسن كوكا، ايه رايك فيه؟ هل يلعب منتخب الفتره الجايه، يلعب كاس عالم؟ والله وانت جايبه من بره كده يلعب. لسه جايب جونين الماتشين اللي فاتوا. ما شاء الله في اليونان هو ما شاء الله، يعني بسمع يلعب يجي في مصر ممكن، بس السيستم بتاع مصر مش ماشي، الجو مش ماشي معاه. مش ماشي معاه خالص يعني. ما بس روح بره جاي فوق 100 جون بره في اوروبا وبتاع مدغدغ الدنيا، يجي هنا ما تفهمش ايه اللي بيحصل. والله ما تعلمش، ممكن كميته مش ماشيه. يا جماعه هي برضه كيمياء وراحه نفسيا. صح. والله العظيم بس كل دي راحه نفسيا. تمام. لو انت مش مرتاح، لو انت احسن لاعب في العالم مش هتلعب. صح. طب كابتن قولنا، قول لنا، احنا شفنا باسم مرسي طلع في بودكاست قبل كده اتكلم فيه عن ان هو عنده مشاكل مع المدربين المصريين اللي اتمرن معاهم، او عموما المدربين المصريين كلهم. وطلع برضه في بودكاست تاني في اليومين اللي فاتوا قال ان المدربين اللي في مصر نفس الكلام برضه عنده مشاكل معاهم. يعني انا بحاول ازوق الكلام عشان ما تزودش الكلام. انا سمعت البودكاست. قول لنا رايك في الكلام ده. ان المدربين في مصر يعني كلهم وحشين يعني. ده اللي انا سمعته يعني. طيب هو مين اللي عملك؟ هو انت جاينا من اوروبا ولا مصر؟ اوكي. يعني انت اكيد استفدت من مدرب اتمرنت معاه. بتروجيت والانتاج الحربي، بدليل ان انت رحت الزمالك وتألقت. يبقى بس بدايتك كان مدربين مصريين. فانت ازاي ما تشكرش في المدربين اللي حتى لو ادوك 1% انك تتعلم الكوره؟ طب كابتن محمد اشرف كان قال نفس الجمله دي وقاعد معانا، قال ان هو ما استفادش من ولا مدرب من الناس دي. هل انت شايف ان فعلا مدربين في مصر ما بيفيدوش اللعيبه، ولا ده كان غلط من وجهه نظرك؟ لعبت انت مع ناس كتيره ومع لا بس هو قال استفاد من حسام حسن واستفاد من كابتن خالد جلال. لا هو قالها كان ايهاب جلال. انا اسف، هقول لك حاجه. قال استفدت من حسام حسن ان انا عرفت اتعامل مع الحياه ازاي بره، ان هو ضغط عليه جامد. وقال في اي موقف يعدي. وقال كابتن ايهاب جلال الله يرحمه ويحسن اليه استفدت منه. قال غير كده انا ما استفدتش من حد. مين؟ محمد اشرف. ما لعبش مع حد. ممكن بص، انا افهمك. مش كل مدرب ما لعبتش معاه يبقى ما عندوش فكره. احنا عندنا اقتناع كده ان انا ما لعبتش مع فلان يبقى وحش. طب انت تتفق ولا تختلف على وجهه النظر دي؟ اختلف. المدربين عندهم فكره في مصر ولا ما عندهمش؟ لو ما عندهمش فكره مش هيطلعوني. هو انا جاي من الشارع العب دوري ولا اتعلمت؟ صح. اتعلمت التاكتكس بتاعتهم، اتعلمت التحركات. صح. هات واحد من الشارع كده حطه هتلاقيه تايه في صح. يبقى اتعلمت. صح. كداب اللي يقول لك ما اتعلمتش. كداب ومن جواه مش صادق. انا عندي اختلاف مع مدرب ومش اختلاف مع مدرب، لكن اتعلمت. ماشي حلو. ممكن حسام حسن عندي اختلاف فيه، اتعلمت منه الصبر. اوكي حلو ان استحمل. تمام. حلمي طولان اتعلمت منه التاكتكس وان اخش راجل في الملعب. شيك قوي كابتن حلمي طولان.
ما شاء الله شيك قوي يعني بيلبس شويه حاجات انت بتتكلم انت بتتكلم عن ابويا، فمهما اقول لك بيطلع مع ابراهيم فايق بيتكلم بهدوء ورزانه شفت كده قال لي على وبتاع، حسام حسن؟ تحب تسمعه. بس خد بالك برضه قال إيه؟ كابتن ما قنوش سمعتش. يعني مش قال لك لا ما مش ده المدرب اللي يمسك منتخب؟ قال كده؟ اه ما سمعتش. أيوة. لا ما سمعتش. بص انا كراجل اتعلمت من المدربين، لازم أنا اقول يعني بس مرسي طلع وكل زجاج مفيش ولا مدرب كويس، امال انت جيت منين؟ يخبط في الناس كلها ما اعرفش ليه، انت عايز تطلع ترند؟ وخبط في كابتن عبد الحميد بسيوني اه في يعني الحلقة اللي خبط قبلها. فوق، بص جامد قوي، خبط في واحد والناس زعلت منه كلها. ليه؟ ان هو اصلا عامل انجاز مع الجيش، يبقى زي مدرب وحش؟ صح. انت عندك مشكله شخصيه بينك وبينه، اوكي، او زي ما انت بتقول يا عم بتضحكوا في اوضه اللبس، طب انت مش محترم. حتى لو هو ما بيعرفش يتكلم، خد الايجابي وحطه. اوكي. انت ليه عايز تطلع نفسك؟ انا على فكره باسم صاحبي، بس اما سمعت الكلام كلهم فشله. ازاي فشله؟ طب انت لو ما اتعلمتش هتعرف تجيب اجوان؟ لا. هتعرف تتحرك؟ لا. يعني اتعلمت، صح ولا غلط؟ يعني ايه مدرب فشله؟ ما اعرفش، يبقى انت فاشل. البودكاست بس ما اعرفش وجهه نظره ايه يعني. يبقى انت كلاعب فاشل. لما تقول على المدربين اللي علموك فشله، يبقى انت ما تستحقش انك تبقى لعيب كوره. ان لو هم فشله هيبقى انت كمان ايه؟ فاشل. لكن لو انت ناجح يبقى اللي عملوك ايه؟ ناجحين يعني، عملوا معاك شغل اكيد. اديك انت قلت. يبقى ازاي فشله؟ لو فشل يبقى انت كمان تطلع فاشل. ما كنتش تلعب في الزمالك، ما كنتش تلعب منتخب مصر، صح ولا غلط؟ صح. يبقى انا بتكلم في الحق. ما تقولش عليهم فشله. ما ينفعش تقول عليهم فشله ان هم عملوك. هم لو فشل يبقى انت كمان تقول على نفسك انا كمان لا، ارفع ايدك كده وقول انا لعيب فاشل ما بعرفش العب. اللي علموني فشله. طلع قال لك الاسماعيلي بيبيع خرده. ماشي. طب ما سمعتش الكلام. وليه تطلع تقول كده؟ انا سمعت مهين قوي. ما يمكن بيجيب لكم فلوس عشان تلعبوا. يعني لما تيجي تطلع تتكلم، انا لما بتكلم على حسام حسن اتكلم على حاجه شخصيه عملها معايا في الملعب. انتوا حد يعلم النادي المصري عمل معايا ايه؟ محدش يعرف. وعمل معايا حاجات كتيره قوي وحشه، بس ما اقدرش اطلع اتكلم عن النادي ان واكل معاه عيش وملح. واكل في النادي عيش وملح. الجمهور بيحبك، خدت فلوس من النادي. ايوه الجمهور بيحبه فعلا. صح. ايوه. لكن ما تطلعش اقول ايه اصل النادي المصري بيبيع خرده عشان طب ما بيبيع خرده الاسماعيلي عشان يديك فلوس عشان تلعب. انت يعني ازاي تقول حاجه زي كده عن النادي الاسماعيلي؟ ما ينفعش. صح. ما ينفعش. دي حاجه اسمها اصول. اصل. خلي عندك اصل. الاصل ده ان انت لما تشوف حاجه بتحصل ما ينفعش تطلعها بره. لكن لو حصلت معاك انت شخص، لو اقول لك انت بقى بيع بيتك اطلع اتكلم فيها. انت بيقول لك حاجه ليك انت شخصيا، لكن يعني هو وعلى فكره كل نادي بيعمل كده. اي نادي عنده حاجات بتتكسر بيخزنها وبعد كده بيبيعها. لكن ما تطلعش تقول اصل بيبيع خرد عشان يدينا فلوس. طب يا بيديك فلوس. احنا مصر كلها عارفه الاسماعيلي عنده ازمه ماديه. بيحل لك مشكلتك، بيحل لك مشكلتك، تاخد فلوسك، بيحل لك مشكلتك يا عم بس. صح. بيحل لك مشكلتك ومشكله اللعيبه عشان تطلعوا من اللي انتوا فيه. صح. كتر خيرهم. ما تطلعش افضحهم. صح. ده غلط. دي حاجه اسمها اصول. لما طلع قال لك على كابتن حميد اهو. كابتن حميد شخصيه جميله، جدعه، محترم. صح. فما ينفعش تطلعوا عليه كده. ده باسيو يعني، باسيو الكره المصريه يعني. محترم وخلوق وما بيتكلمش. يا عم ما بيعرفش يتكلم لكن بيعاملك باحترام. صح. اللي خلى فيه جمعه على باسم مرسي ان اصلا كابتن عبد الحليم محبوب في الوسط. ايوه. فده خلى الناس تتعاطف معاه. انا اتعاملت مع كابتن عبد الحليم بسيوني شخصيا وما لعبتش معاه في اي دوري، اتعاملت معاه بره. حد مهذب ومحترم جدا وما يطلعش منه العيبه. لكن احنا عايزين كابتن حسام حسن يبهدلنا عشان تجبرك تحترم، عشان تخاف منه. مش عايز اتكلم. بلاش بقى، كفايه كابتن كابتن مرسي نورتنا تاني مره. زي ما انت قلت والله ما حسناش بالوقت. شكرا جدا، شكرا انت جيت شرفتنا. انا تحت امركم في اي وقت. انتوا ناس محترمه ودايما الناس المحترمه دي نشيلها فوق دماغنا. ورب الحلقه دي تسمع زي الحلقه اكتر من الحلقه اللي فاتت ان شاء الله. واتمنى لكم ان شاء الله انكم توصلوا لاعلى حاجه ممكن توصلوا لها ان شاء الله. بس ما تنسونيش. لا ازاي؟ اوعى تنسوني يعني. لا والله وانا تحت امركم في اي وقت تحتاجوني فيه انا معاكم. نورتنا. الله يخليك. شكرا جزيلا، نورتونا. يا رب تكونوا اتبسطتوا في الحلقه معانا النهارده. ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب وشير ولايك واكتب لنا تعليق
لو عجبك حاجه، لو عايز تعلق على حاجه اكتبنا في الكومنتس. شكرا جزيلا، نشوف حلقه جديده، مع السلامه. مصر.